ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. النهارده رابع يوم في رمضان، والنهارده هنقيم مسلسلات رمضان بعد ما عدى 4 حلقات منه. 4 حلقات منه، لا، آه، 4 حلقات منه. اول مسلسل هتكلم عنه وهو مسلسل محمد رمضان الجديد، جعفر العمدة. اللي هو متحسوش جديد قوي يا جماعه، هو نفس القالب بتاع محمد رمضان، شخصيه كاركتر قالع، النسوان كلها بتحبه، الجدع وابن بلد وشهم وكل حاجة، وفي نفس الوقت شديد وصايع وواد كده مقطع وسابقة ودل. قصة مش جديدة، مش حاجة جديدة في المسلسل، تمثيل عادي، كل حاجة عادية غير شخصية هالة صدقي. هي لطيفة كده، لما شفت المقتطفات منها كده حبيت إن أسمعها وأضحك على اللي هي بتقوله وكده يعني. لكن شخصية محمد رمضان، أتحدى أي حد يشوف المسلسل ده، يعني من غير ما يعرف إن كان في دعاية مسلسل وكده، ويقول مسلسل جديد. هو مسلسل قديم مثلا، برنس، مش عارف، الأسطورة، أي حاجة من الحاجات دي، هي نفس المسلسل، مع احترامي لذوقهم ورأيهم، بس يعني أنا هي النوعية دي اسمها شعبي. ونيجي لتاني مسلسل هنتكلم عنه النهاردة، ومسلسل ستهم. المسلسل اللي مشفتوش الحقيقة، مشفتوش كامل، يعني شفت منه مقتطفات، لقطتين كده مع مراتي وهو شغال، يعني الدنيا هو حاسس فيه قصة حلوة وكل حاجة، بس الممثلين مش أحسن حاجة. يعني أنا مش عاجبني روجينا، أنا ما بحبش روجينا أصلا، فأنا مش عارف، أنا عندي بيني وبينها حاجة من أيام يوم زوج معاصر، ما بحبهاش. القصة نفسها شكلها هتبقى قصة حلوة يعني، أو قصة حلوة، خصوصا إنها مقتبسة من قصة حقيقية. فهنكمل كده شوية حلقتين كمان ونشوف هنقدر نكمله ولا هنتقفل منه. المسلسل اللي بعد كده مسلسل رسالة الإمام، اللي هو رسالة قصة حياة الإمام الشافعي. المسلسل فيه مغالطات تاريخية كتير قوي، وغلطات كتير قوي، ومحرف بشكل بشع الحقيقة، فأنا هسحب عليه ومش هكمله. والمسلسل اللي بعد كده مسلسل محمد هلال، الجزء الثالث، المداح، أسطورة العشق. شايفه يعتبر من أحسن المسلسلات الجدية اللي واخدة نفسها بجدية السنة دي. مسلسل حلو، في قصة جديدة مختلفة شوية عن الرعب بتاع قبل كده. تمثيلهم حلو، محمد هلال بيوصل لك الرعب في كل مشهد بيمثله. القصة نفسها شداك، أنا عايز أعرف إيه ده وإيه اللي هيحصل. يعني الحاجة الوحيدة بس اللي مضايقاني وهي لوسي، وهي قايمة بدور العفريتة أو الجنية بتاعة الهند بنت الأخضر دي ولا الأحمر يعني. مش ضحكتني، أنا حاسس إن أنا بضحك لما بشوفها، فمش مقتنع بيها كشريرة يعني في البتاع. بس اوفر اول مسلسل حلو بنسبه كبيره، ان شاء الله هكمله للاخر. المسلسل اللي عليه لغط كتير قوي على السوشيال ميديا اليومين دول، خصوصا اللجان الالكترونيه، مسلسل الكبير. بص، احنا هنتكلم في حاجه، المسلسل مش حلو زي السنه اللي فاتت، ومش احسن حاجه ولا احسن جزء ولا اي حاجه، بس عادي عادي، زي في حلقات في الكبير دايما بتبقى حلقات حشو كده، هي دي الوقت الحلقات اللي شغاله، اداء مربوحه، مش اقل من السنه اللي فاتت ولا حاجه، عادي زي كل سنه. الكبير برضو، مكي زي كل سنه، كلهم زي كل سنه عادي. الفكره بس ان لسه ما جاش الحلقات التوب اللي جت زي السيزون اللي فات، يعني الحلقات التوب كانت جايه في اول السيزون اللي فات، عشان كده كنا مبهورين قوي، لكن لسه الحلقات دي ما جاتش السيزون ده، فعادي. لا مربوحه وحشه، لا دمها تقيل، ولا الكبير ولا اي حاجه خالص، مسلسل عادي زي كل سنه. ممكن يبقى احسن سيزون، ممكن يبقى وحش سيزون، بس برضو انا بضحك عادي يعني، في حلقات بتضحك، مش شايف ان انا مكتئب ولا متضايق وانا بتفرج على مسلسل. بس مش ده المستوى اللي احنا منتظرينه من المسلسل الكبير. المسلسل اللي انا بتابعه يوميا وصراحه بستناه كل حلقه، مسلسل الصفارة. المسلسل ده يا جماعه هو بقى المفاجاه بتاعت السنه دي، او زي الكبير بتاع السنه اللي فاتت، هو السنه دي كل مشهد او كل حلقه انا بضحك فيها اكتر من الاول. والشخصيات وتنوع الشخصيات لما بتتقلب بسبب بس حركه بسيطه هو عملها في ال3 دقايق دي، يعني الصراحه حلوه قوي. وفي برضه رساله، يعني هو رامي لك رساله خفيه، اي نعم رساله سطحيه سيكا، او رساله يعني واضحه قوي سيكا، اللي هو انت كده كده المكتوب لك هيحصل لك مهما تلف، كلنا عارفين الرساله دي يا جماعه، مش محتاج انت تقولها لي في المسلسل، بس بيديها لك بطريقه كوميديه وحلوه والمسلسل اوفر اول حلو، والفكره حلوه جدا، وافيهات احمد امين حلوه قوي، وافيهات طه الدسوقي حلوه قوي برضه. فانا المسلسل ده بالنسبه لي هو التوب مسلسل كوميدي السنه دي. واكتر مسلسل عجبني لحد دلوقتي وهو مسلسل الهرشة السابعة. المسلسل يعني ممكن مش كل الناس عارفاه، بس مسلسل وما كانش حتى معمول له دعايه كويس او حاجه قبل رمضان، بس مسلسل حلو جدا، عاجبني، تمثيل كويس، قصص كويسه وواقعيه قوي زياده عن اللازم الحقيقه. شدك وانت متعاطف مع كل الشخصيات، وكل شخصيه لها وجهه نظر، وفي نفس الوقت برضو مش تقيل، يعني مش بيديك دراما قوي ولا بيديك كوميديا قوي، هو يعتبر مسلسل لايت دراما كده خفيف، بتضحك شويه، بتتضايق شويه، بتكتئب شويه، وبتنبسط شويه، وماشي، بس عامل كل الجوانب دي بشكل حلو جدا، وبنسبه كبيره ده هكمله للاخر. بس كده، ده كل اللي عندي النهارده، وان شاء الله لما اشوف مسلسلات تانية هعمل لها حلقات تانية برضو. قولوا لي لو في مسلسل انا مشفتوش وانتوا شايفين انه حلو قوي يستاهل ان أنا اشوفه في الكومنتات.
بس كده، والاسطمبة بتاعت كل مرة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، وتنسى تبص على الفيديوهات القديمة وتفعل زر الجرس نشوف الفيديوهات الجديدة أول بأول. سلام، رمضان كريم.